السلام عليكم الدراري، بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قضيه ديال البلاك فرايدي او الجمعه السوداء. اليوم كانت واحد القضيه قليل لانه قدر انه يرد البال، ولكن اليوم شفنا ان البي تي سي نزل 80 عملات بديله. كاين اللي بزاف ديال العملات اللي طاحوا بزاف. ولكن كاينه واحد القضيه ما عرفتش واش رديتوا ليها البال ولا لا. ماشي بمقدار ان كما وقع ذاك الكارثه ديال الجمعه السوداء او البلاك فرايدي. ردوا البال الفريم ديال 15 دقيقه، حطوه على 15 مينيت، وغادي تشوفوا واحد القضيه غريبه نوعا ما. ان هاد النزله اللي كانت دارت تقريبا في 15 مينيت كاينه في جميع لي شارت ديال العملات البديله. عندنا البي تي سي نفس القضيه. كاين سيدي عندنا غادي نمشيو للايثيريوم، غادي نشوفوا نفس القضيه، وكذلك في الفرايم ديال 15 مينيت كما كتشوفوا. ها هو الفرايم ديال 15 مينيت، ها هي نفس الشمعه. كذلك غادي نمشيو لعملات سولانا وغادي نشوفوا واش نفس الشارت ولا لا. غادي نمشيو لسولانا، غادي نحطو على الفرايم ديال 15 مينيت وكذلك نفس الشمعة. وكذلك نمشيو مثلا الاكس ار بي، غندخلو الاكس ار بي حاليا دولار 93. غادي نشوفو نفس السيناريو 15 مينيت، وغادي نشوفو الشمعة ديال التصفية اللي هي طويلة. كذلك غادي نمشيو للسوي مثلا وغادي نشوفو نفس السوي حاليا في دولار 83 كما كتشوفوا حنايا في 15 مينيت ونفس الشمعة. هذا لكان يدل أن هنالك تلاعب بين المنصات المركزية كما نقولوا، باش يخرجوا بنادم من السوق، يلكودوا صحاب العقود الآجلة اللي هي الفيوتشرز، ويقتنصوا العملات بأرخص ثمن. فهنالك الدراري تلاعب من المنصات المركزية، راهي باينة عيني عينك، زعما ما كاينش شي حاجة اللي غتخبى. وبالتوفيق للجميع.